فيلم النائب العام هو واحد من أهم الأفلام اللي قدمت دراما اجتماعية قوية في السينما المصرية. الفيلم صدر سنة 1946 وكان من إخراج أحمد كامل مرسي وبطولة نخبة من كبار الفنانين زي حسين رياض ويا عباس فارس ويا زكي رستم ومديحة يسري. الفيلم بيتناول فكرة العدالة لكن من منظور مختلف وبيطرح تساؤلات عن الرأفة والقانون وهل كل جريمة تستحق العقاب القاسي. الفيلم بيدور حوالين محمود شافعي حسين رياض، شاب أزهري بسيط عايش مع أخوه عبد الخالق زكي رستم وأمهم المريضة زينب صدقي بسبب ظروفهم الصعبة. عبد الخالق بيضطر ياخد مبلغ صغير من عهدة الشغل علشان يعالج والدته، لكنه بيتقبض عليه وبيتقدم للمحاكمة رغم شهادة الجميع بأمانته. وكيل النيابة ثابت اللي هو عباس فارس بيرفض أي تعاطف وبيصر على تطبيق القانون بحزمه، وده بيتسبب في الحكم عليه بالسجن 3 سنين لكنه ما بيستحملش وبيموت في السجن. محمود بيعيش صدمة كبيرة بسبب اللي حصل لاخوه وخصوصا انه فشل في علاج امه اللي ماتت هي كمان، رغم ان جاره العاطفي عبد العزيز خليل كان بيساعده. مع مرور الوقت الظروف بتتغير ومحمود بيسافر يدرس القانون ويرجع رئيس دايرة قضائية، لكن بعكس ثابت بيك بيستخدم روح القانون والرحمة مع المتهمين. لكن الأمور بتتعقد لما جميل اللي هو سراج منير ابن النائب العام ثابت بيك بيتورط في جريمة قتل الراقصة فيفي زوزو حمد الحكيم، وبيبقى في مواجهة مع والده اللي بيطلب منه انه ينتحر عشان يغطي على الفضيحة لكنه ما بيقدرش. محمود بيتدخل وبيحاول يوضح الظروف اللي خلت جميل يرتكب الجريمة وبيطالب المحكمة بالرأفة، وده بيكون مواجهة مباشرة بينه وبين ثابت بيك اللي كان زمان هو السبب في قسوة القانون على أخوه. الشخصيات وأداء الممثلين: حسين رياض محمود شافعي قدم أداء هادي ومؤثر خصوصا في مراحل تطور شخصيته من الشاب البسيط للقاضي العادل. عباس فارس ثابت بيك النائب العام أبدع في دور الشخصية الصارمة اللي بتؤمن بالقانون بدون رحمة لكن في النهاية بيلاقي نفسه ضحية لنفس المبادئ اللي دافع عنها. زكي رستم عبد الخالق أفندي أداؤه كان مليان مشاعر خصوصا في مشاهد محاكمته وسجنه. سراج منير جميل ابن ثابت بيك قدر يجسد شخصية الشاب الطائش اللي اتربى في بيئة صارمة بدون عاطفة فوقع في المشاكل. مديحة يسري ناهد قدمت دور الحبيبة الرومانسية اللي كانت بتجسد الصورة التقليدية للبنت الراقية. زوزو حمد الحكيم فيفي بطة دورها كان محوري في تصعيد الأحداث وأداؤها كان مؤثر في تجسيد شخصية البنت اللي اضطرها الزمن لمصير صعب. الفيلم اعتمد على الإخراج الكلاسيكي مع تصوير أبيض وأسود زاد من الجو الدرامي. السيناريو كان متماسك وبيحمل رسالة قوية عن أهمية التوازن بين القانون والرحمة ويورينا إزاي القسوة المفرطة ممكن تدمر حياة ناس بريئة. الفيلم بينتهي بمواجهة بين محمود شافعي وثابت بيك واللي فيها محمود بيفكروا إن القانون مش مجرد نصوص جامدة لكن لازم يكون في إنسانية ورحمة. في النهاية الفيلم بيوصل رسالة إن العدل مش دايما في العقاب وإن القانون لازم يكون وسيلة لتحقيق الحق مش مجرد أداة انتقام. النائب العام مش مجرد فيلم قديم لكنه قصة إنسانية بتطرح أسئلة لسه مهمة لحد النهاردة. هل كل متهم مجرم؟ وهل القسوة هي الحل ولا ممكن يكون في فرصة للتسامح والإصلاح؟ فيلم يستحق المشاهدة والتأمل. تعالوا نشوف قصة الفيلم، بس قبل ما نشوف قصة الفيلم ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة يا رفيق. هنسمع الأذان في أول الفيلم وهو أذان الفجر. في ثلاثينات القرن العشرين الأم بتقوم تصلي الفجر والولد بيروح الجامع عشان يصلي ويسمع درس الشيخ وبيسمع خطبة عن الأم وفضلها. وبعدين بنشوف حامد أفندي بيتحايل على عبد الخالق أفندي عشان يصرف من الخزنة وبيصرف عشان خاطره وبيعطف عليه كمان. بعد كده بنشوف الحاجة أم محمود تعبت فجأة. محمود كان في الجامع وبينادوا عليه عشان أمه تعبت وبعدين بيجيبوا الدكتور عشان أم محمود كانت مريضة. بعدين الشيخ محمود بيجيب لها العلاج والعلاج يخلص ومن فترة للتانية بيرجعوا يجيبوا العلاج تاني. عبد الخالق أفندي ابنها التاني بيكلم محمود إن يسافر لعمه عشان يساعده في مصاريف العلاج ويسافر فعلا، وعمه بيديله مبلغ بسيط لكن المبلغ ما يكفيش للعلاج وبيزعل من عمه. بعدين بيفكر يبيع عفش البيت عشان يسدد تكاليف علاج أمه.
بعد كده بيجي الدكتور وبيكشف على ام محمود، لكن حالتها كانت بتسوء يوم بعد التاني وتكلفة علاجها بتزيد عن كل يوم، وعبد الخالق افندي مش قادر يلاحق على مصاريف العلاج المرتفعة. بعدين بنشوف عبد الخالق في الشغل وفجأة بيعدي المفتش وبيراجع في الدفاتر والفلوس. عبد الخالق يقع من طوله ويتصدم بعد ما اتهموا المفتش بالاخلاص واتعمل له قضية. كل ده بيحصل وامه ما تعرفش، لكن اخوه محمود عارف وبيروح يزوره وهو في الحبس. وفي المسجد الشيخ محمود بيطمن عليه وبيسأل على حالة والدته. بعد كده بنشوف عبد الخالق افندي في المحكمة ومفتش المالية يتم استجوابه من القاضي. المحامي بيجهده في اسئلته عشان يثبت ان عبد الخالق افندي راجل امين وقوي، وان كل الدفاتر بتاعته وخزنته بقالها 10 سنين مفيهاش مشكلة ومحدش شاف منه حاجة وحشة قبل كده، والشهود بيشهدوا بحسن خلقه. المحكمة بتسمع دفاع النيابة والنيابة بتقسو عليه في دفاعه، لكن المحامي بيرد رد ممتاز. في الاخر المحكمة بتحبس عبد الخالق 3 سنين، كل ده وامه ما تعرفش وهي قاعدة مريضة على فراش المرض، ومن يوم للتاني بتسأل عليه. بعدين فجأة بيروح يزور عمه البخيل وهو نايم عشان ياخد منه شوية فلوس، لكن لما بيسمع الأذان الفجر بيرجع على طول عشان ما يدلوش فلوس. بعد كده الابن بيسمع اذان الفجر وبيخرج يصلي ويحضر الدرس الديني، وبنسمع درس الدين عن الابتلاء وإرادة الله. بعدين بينفرد امام المسجد بالشيخ محمود ويسأله وبيديله شوية فلوس، لكن فجأة ام محمود بتموت وهي على لسانها عبد الخالق ابنها المحبوس. بعدين بتمر الايام ومحمود يسافر اوروبا عشان يتعلم ويدرس القانون، وبالفعل بياخد الدكتوراه في الخارج من فرنسا. بعد كده محمود شاف يدرس في فرنسا ويتعلم وبقى حجة في القانون ورئيس دايرة قضائية، وبعدين هو اللي بيرقف بالمتهمين وبيدلهم عقوبة مخففة، لكن بتيجيله تعقيبات من النائب العام على الأحكام المخففة، وبيكتشف إن محمود خريج كلية الشريعة عشان كده هو بيرقف بالمتهمين. بعدين بنتعرف على فيفي الفنانة اللي هو بيحاول ينقذها من اللي كانت فيه. كانت معروفة إن أبوها معلم، لكن هي في الحقيقة طلعت بنت عمه، وعمه دخل عليهم مرة بعد ما بقى كفيف وكان رافض يساعده زمان عشان كان بخيل، وعرض عليه يتجوز بنته بس هو ما يعرفش ان هو ابن اخوه، وبنته بقت تمشي مشي بطال وحالها مش كويس. بعدين بنشوف جميل وكيل النيابة ابن ثابت النائب العام واللي على علاقة ببنت عمه. بعد كده ابوه النائب العام بيشتكي منه ان لازم يتجوز عشان يتعدل حاله. بعدين بنشوف فيفي وعلاقتها بجميل ابن ثابت النائب العام. جميل بيعترف لها انه خطب وهو هيتجوز، وبعدين بتقرر تروح تزور خطيبته عشان تعترف لها بعلاقته بجميل، وبتظهر لها وبتوريها الوصولات اللي كانت كاتباها عليه وكمان جوابات الغرام اللي كان بيكتبها ليها. بعد كده جميل بيدخل على ناهد وهي قاعدة بتلعب بيانو وهي كانت زعلانة، لكن ناهد بتفركش الخطوبة وبتديله الدبلة وبيعترف له بكل حاجة وبتعرف ابوها. بعدين يرجع جميل لفيفي ويضربها بالكلام الجارح، وبعدين بيحاول يقنعها لكن هي بتتألم من الكلام وبتقع مرة واحدة وبتموت بعد ما بتكتب الجرايد عنها، وتقع القضية في يد محمود الشافعي رئيس الدائرة القضائية. كل ده والشكوك بتدور حوالين جميل ابن النائب العام، وبعدين بيتم القبض على جميل قدام ابوه النائب العام، وابوه بيحقق معاه بنفسه. بعد كده ابوه بيوجه له اسئله شديده اللهجه وبيقول له ليه قتلت الراقصه فيفي، لحد ما جميل بيعترف انه قتلها. بعدين ابوه بيتبرأ منه والنائب العام بيترافع بنفسه في قضيه تانية، لكن النائب العام بيغير نبره صوته وبيتنازل عن التفويض للمحكمه. بعدين محمود شافعي رئيس الدائره القضائيه بيبدأ يفضفض مع ثابت النائب العام ويقول له ان المتهم لازم ان احنا نكون رؤفاء بيه ونستخدم معاه الرأفة عشان المتهم ممكن يكون بريء. وفجأة جميل بيعترف انه قتل وبيتندم، وابوه بيقترح عليه انه لازم ينتحر عشان العار اللي هيلازمه، والعار ده هيظل مع عيلته على طول. بعد كده بنشوف محمود شافعي بيحكي لجميل عن احكامه وازاي بقى قاضي وازاي بيرقب بالمتهمين وانه اتخرج من الازهر. كمان بيحكي له عن قصة اخوه عبد الخالق الضحية اللي كان ضحية النائب العام وقتها وهو كان وكيل نيابة. بعدين بنسمع مرافعته محمود شافعي رئيس الدائرة القضائية
الجنائية وبيقدم استقالته وبيترافع بمرافعة ممتازة، وبيشرح الظروف اللي خلته يعمل كده. هو بيقول ان النائب العام السابق ما كانش بيستعمل الرأفة في شغله، وما كانش بيرأف بالمتهمين كلهم عشان كان شديد على ابنه برضه. وفي الاخر بيظهر ان القتيلة حصلت بينها وبين خطيبها مشادات بسبب ايصال كانت بتهدده بيه، والواقعة كانت مشادة ادت لموتها. بعدين بينضم ثابت النائب العام للدفاع مع محمود شافعي وبيعترف انه السبب في اللي حصل، وبعدين القضاء بيحكموا ب6 شهور مع ايقاف التنفيذ. ثابت بيشكر محمود وبيقول له مش عارف اشكرك ازاي، وكفاية انك علمتني ان الرحمة فوق القانون، ويخلص الفيلم على كده.